عليكم ورحمة الله. اللاعب حمد الله اليوم سجل جوج الأهداف مع فريق ديالو الاتحاد، والمقابلة كانت صعيبة 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 بالنسبة للفريق. وحمد الله يعني كما كيعرفوه الجمهور ديالو المتتبعين ديالو بأنه لاعب كبير وخصو دائما الفرصة ديالو تعطاه. البارح وقيلا نهار الجمعة الخميس وقيلا ولا الجمعة لعب 120 دقيقة 120 دقيقة وجاب هدف التعادل في الدقيقة 75 وماركا ضربة جزاء ديالو في الدقيقة 120 يعني تسلت الأشواط إضافية. واليوم عاوتاني كيلعب المقابله ديالو الثانيه من بعد كاس العالم، وتيتسبب هو السبب في ضربه الجزاء في الهدف الاول اللي تسجل، وكي يماركي الهدف ديالو وسط 5 مدافعين. وفي الدقيقه الاخرى من الدقيقه 95 تزادتهم 8 دقائق ديال الوقت الضائع، وغيجيب ضربة الجزاء وغادي يسجل الهدف الثالث ديالو في هذه المقابلة. يعني هذه اللعابة الاخرين ديال المنتخب المغربي نتمنى لهم حتى حظ سعيد مع الفرق ديالهم ان شاء الله. فحمد الله لا خوفا عليه من ناحية المقابلات اللي كنا شفناهم مع المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر، من بعد دوك الاعداء ديالو اللي كنا كنعرفوا كانوا اللي جاوبوه باجوبه سلبيه. حمد الله حمد الله حمد الله. فحمد الله عنده شعبيه كبيره في بزاف الدول كيعرفوه، لا في المغرب ولا في ايرلندا ولا في الصين ولا في قطر ولا في السعوديه ولا في عده دول. عنده شعبيه كبيره ومعروف لاعب مهاجم، يعني مهاجم من طراز الرفيع. الفرصات ديالو من بعد كأس العالم اللي بزاف ديال المتتبعين قليل ديال المتتبعين اللي انتقدوه، قال لك حمد الله ولا ثقيل، حمد الله ما دار معنا والو، حمد الله هذه. فهو كيأكد لهم بأن حمد الله إلا عطيتيه الفرصة ديالو واحترمتيه وعطيتيه الفرصة ديالو اللي كيستحق هي 90 دقيقة و120 دقيقة، غادي يعطيك داك الشيء اللي عطيتيه. فحمد الله داك الشيء اللي عطيتيه عطاه لك. لو كون عطيتيه شي حاجة مزيانة كون عطاك حتى هو مزيان، لأنك ما تدان. لأنك أنت أنا لا عطيتيني شي حاجة مزيان أنا غادي نعطيك مزيان. ما داك الشيء اللي عطيتيني عطيته لك، داك الشيء اللي عطيتيني عطيته لك. عطيتيني 15 دقيقة ما غدير لي والو، عطيتيني 20 دقيقة ما غدير لي والو. عطيني 60 دقيقة ننسجم مع المقابلة وندخل في أجواء المقابلة ونشوف اللعابة كيفاش كيلعبوا، هذا كيفاش كيلعب، باش نعرف من ندخل ومن نخرج. يعني هذا هو اللعاب كيقرا اللعب. يعني انا الا دخلتيني كنقرا داك اللاعب داك المدافع كيفاش غادي نقرا وغادي نعرف الضعف ديالو، غنعرف القوه ديالو فين كاينه، باش انا 15 دقيقه ما غاديش تكفيني باننا نقرا البوست ديالي وننسجم مع اللعابه ديالي بعدا هما الاولين باش يتقبلوني في ديك 15 دقيقه، واش يعطوني كره ولا ما يعطونيش. ثاني حاجه خصني نقرا الخصم، يعني ما عنديش الوقت في 15 دقيقه. خاصك تحاولوا الركراكي رساله لك الركراكي، خاصك تدخل حمد الله تعطي. انا كنقول لك ما تعطيش 120 دقيقه، 60 دقيقه ما طلبنا منك والو. 60 دقيقه دار شي حاجه، هذاك الشيء اللي بغينا ما دار شي حاجه. ها هو حتى الدقيقه 94 95 باش ماركا الهدف الثالث حتى 95، يعني حتى الدقائق الاضافيه اللي المقابله سالت ب 90 وزادهم الحكم 8 دقائق وماركا الهدف الثالث في 95 ضربه الجزاء. فلهذا ما نكونوا واقعيين. واخا عيطتوا لي على حساب الجمهوريه ديالو والشعبيه ديالو باش تعاوننا، ولكن راه خاصنا حنا راه شرفه، راه شرفه، راه ملي ما ديتوش في كاس افريقيا ما ديتوش، هذيك راه نيتنا. عاوتاني ها هو كاس افريقيا جاي،
ان شاء الله. ولكن دابا الامور راه مزيانه، شو ملي عيطتوا عليه واخا ما لعبش، المهم بردات القلوب ديالنا ومشينا مع المنتخب ديالنا. شوف فين وصل. هو تصور لو كنتو كتلعبوا حمد الله وكان مع سميتو كان كيسجل، كانت غنعطيوه كسر. فلهذا دابا شوف اللاعب ديال الركراكي تيلعب اللور بزاف، وهذاك اللاعب ديال اللور بزاف مزيان واخا، ولكن خلي واحد اللاعب ليبري. ما نبقاش انت داك المهاجم تا هو نطمع فيه تا هو يرجع للور، تا هو ندخلو مع المدافع. لا خليه ليبري، خلوه عليه واحد ليبري يبقى يلعب كما بغى. جاتك شي كره سير الله يعاون، نخليه ينسجم مع المقابله صافي غيولي خفيف. راه اي واحد كيدخل لاي خدمه راه في الاول ديالو كيكون ثقيل، ولكن ملي كيولي صافي كيعرف الخدمه كيولي خفيف. راه اي واحد هادي ما كاينش شي واحد جا من الديبار ديالو كيكون خفيف في واحد الخدمه، واخا يكون معلم سبيسيال. ضروري في الاول خاصو هادي عاد ملي كيعرف الخدمه، الماتاريال هنا هادي هنا يجيب هادي من هنا كيحط الماتاريال ديالو عاد كتسرح الخدمه ديالو. هادشي راه باين. فلهذا حنا كنتمنوا من الركراك ان شاء الله. هو حمد الله هو بين على الحنكه ديالو وعن الشخصيه ديالو. الحمد لله هو رجع المقابله الاولى ربح فيها وماركا فيها، ولا المقابله الثانيه هي ربح فيها وماركا فيها. والثمانيه اللعابه تا هما الاخرين اللي كانوا معاه في كاس العالم تا هما يمشوا للفرق ديالهم، تا هما يحمروا لنا وجهنا، ما يمشوش وما يماركيوش. ولا بغينا ان شاء الله اللي كيماركي واللي كيلعب في شي جناح يلعب فيه مزيان، باش نبقاو شادين واحد الفرقه منسجمه ان شاء الله لكاس افريقيا. لان ضروري خصنا ان شاء الله كاس افريقيا ان شاء الله ضروري خصنا كاس افريقيا. وواحد الحاجه اللي انتبهت ليها في كاس العالم، وربما كنا المنتخب المغربي كان وقيله كنا غادي داروا لنا باننا نتقصوا في الدور الاول كما دارنا في 2018. ولكن كان الفريق البلجيكي كان ربما دايرنا في كرشو، كانوا كيعطوه بانه فريق قوي وكان محتل المرتبه الثالثه عالميا. فلهذا ديك المقابله خدينا مع كرواتيا التعادل ما خلاتناش المغرب، ما خلاتش المنتخب بين على الوجه الحقيقي ديالو. فلهذا بلجيكا كانت ربحات كندا صافي دارتنا فكر قالت المنتخب المغربي صافي غادي نربحوا وكاع الى طار نتعادل مع كرواتيا راني دايزه. لو كانت عرفت بان المنتخب قوي وغادي يفاجئ بهذا الانتصار ديال الهدفين اللي صفر، لو كان هذاك الحكم نفسه هو اللي حكم المقابله ديال فرنسا تا هما كانوا خدموا خدمتهم. فالمنتخب البلجيكي كان حقرنا، ومن الحمد لله من عند ربي ما حاولوش يشروا الماتش. فلهذا لعبوا معنا كره والكره ربحناهم. لو كان فرنسا لعبت معنا الكره وخذتنا عطانا ديك ضربه الجزاء مول الفار، لان مول الفار شكون اللي كان حكم؟ كان حكم كندي ملي كنا كونتر فرنسا، كان حكم كندي، وهذاك الحكم كندي تابع لفرنسا. كتعرفوا كندا تابعه للانجليز وفرنسا، يعني كانوا بجوجهم من المستعمرات الفرنسيه والانجليزيه كان شدوها. فكانوا قالوا واش ندويو ما ندويو، قالوا ندويو الفرنسيه وندويو الانجليزيه، ولكن الانجليزيه غالبه على الفرنسيه. ولكن المونتريال مدينه سميتها مونتريال شادها فرنسا، كدير كل الجهد ديالها باش تبقى اللغه الفرنسيه كتدور في ديك المدينه. وهذه المدينه عامره باليهود بزاف، اليهود المغاربه اللي مشاو مع فرنسا في الاستعمار صوبت لهم الجنسيه فرنسيه، ومن ثم داتهم لكندا كيعيشوا تما. كاين منهم هذاك الفنان الكبير المغربي المالح هذاك جاد المالح ولا ما عرفت جاد المالح هذاك تا هو راه مشى لفرنسا وخذ الجنسيه الفرنسيه، من تما مشى لكندا وخذ الجنسيه الكنديه. ومنهم بزاف اليهود مغاربه كانوا مشاو لفرنسا، كانوا ملي كانت فرنسا خرجوا مع فرنسا، مشاو مع فرنسا طالبوا بان فرنسا تحميهم، خافوا ما كان حنا ماشي مواطنين مغاربه، كان بحال المواطنين المغاربه فيهم ازدواجيه الشخصيات، فيهم بزاف الازدواجيه ديال الشخصيات.
ومشاو مع فرنسا، وفرنسا عطاتهم الباسبور فرنسي، ومن تما قالت لهم تمشوا لكندا تعمروا كندا، حيت كندا خاويه وكبيره، وتما كي راهم عايشين لحد الان اكثريه عامره باليهود، مغاربه كلهم. وعاوتاني اليهود اللي باش كانوا يدافعوا على بلادهم في الاستعمار وداك الشيء، خلونا مقاتلين مع الفرنسيس ومشاو لاسرائيل، عمروا اسرائيل وعاشوا تما مبرعين، وخلونا حنا كنتقاتلوا مع الفرنسيس. يعني ماشي مغاربه نيت، ولكن اصليين، فهمتي، مهما كانت الظروف. فلهذا هذاك الحكم كان تابع لفرنسا، ففرنسا شرات هذاك الحكم وخدمت لان كانت عرفت المغرب منتخب قوي ما تقدرش تلعب معاه، غتلعب معاه غيتقاتل معاها. ولا كان الحكم صريح، لو كانت خدينا ديك ضربه الجزاء وماركينا كانت المقابله غتبدل، الدراري غيرجعوا للشخصيه ديالهم وغيزيدوا عاوتاني في القوه ديالهم، وغادي ننتصروا ان شاء الله في المقابله. ولكن مادام كيعطيكش واحد الكواري اللي كيبان لك حق ديالك ما كتاخذوش، وزائد كتاخذ عليه انذار، يعني كيبدا يهرس لك في الجهه ديالك، انت كتزيد هو تيوقف فيك، انت كتزيد هو كيوقف فيك، فهنا كيبدا الجهد ديالك كينقص. فلهذا كنشوف المقابله والحظ ما ساعدناش، ما عندناش مهاجم ما عندناش، ما دخل حمد الله تعالى 15 دقيقه ما درت شي، ضيعت المقارنه. المهاجم هو هذاك راه كيضيع 10 الكواري، كيماركي لك كره ولا جوج، ماشي حمد الله شدها كره ضيعت، لا راه ما كايناش ندخلوك انت تما والله ما تقفلها بالله، كره دايزه سريعه وكيدوروا عليه 5 راه صعيبه. فلهذا كنتمناو فرنسا شرات الماتش من الاربيط لي زاربيط ديال الفار كندي فرنسي، والمكسيكي كتعرفوا المكسيكيين الرخاص مدلولين، يعني تشريهم في اي لحظه، يعني ماشي يرغوا هما بزاف. الا الارجنتينيين هما اللي عجبوني في هاد كوب دي موند، حكموا بواحد يعني ما الصراحه حكموا مع ضد كندا مزيان، ضد كرواتيا مزيان، ضد فرنسا اسبانيا مزيان، ضد البرتغال مزيان، هادو كلهم ارجنتينيين يعني حكموا قانونيين. اما المكسيكيين حاولوا فالمخابرات الفرنسيه مشات شرات قادت الامور، والمخابرات المغربيه ناعسه على راسها وخلات كل شيء دازوا عليها كما بغاو. فالحين غير يمشي يشدوا خوتهم المغاربه في اوروبا، هذا ارهابي هذا ارهابي هذا ارهابي، ويشدهم باش يبانوا مع اسبانيا مع فرنسا، وما هذه ماشي حاجه الصح اللي غتنفع الوطن ديالنا، ما كاينه كاع. المهم موضوع اخر هذا. ف المحكم كان ديال الفار زائد سميتو، وفرنسا خدمتها وصافي. المهم هما كانوا غير ربحهم شي هو ماركاو ديك البيوت، شي هو ما ماركاوهمش، المهم كانوا غادي في الاخر غادي يعطوهم الماتش واخا بضربه الجزاء باي طريقه. فهنا كانت المغرب ما خدمش خدمته، بقى ناعس، ومع ذلك عرف بان رئيس ماكرون راه غادي يتفرج، يعني راه حنا عرفنا مادام ماكرون غادي يتفرج راه الا كاينه شي حاجه غتكون شي حاجه تما. كاين فينا هما اليهود اللي حنا اللي معاونين معانا ومعاونين معاهم، فينا هما اليهود المغاربه اللي عايشين في فرنسا وفي كندا وطاط الماسونيه، علاش ما يجيبوش لنا اخبار بحال هذه ويتعاونوا معانا اللي كيقولوا حنا بلادهم المغرب بلادنا، كنجيو بلادنا فينا هما اليهود هادو، باش كيتعاونوا معنا غير باش كيتعاونوا معنا باش ما فهمتش انا، جيبوا عنا السلاح ديالهم ونوضوا لنا الفتنه باش حنا نشرو من عندهم السلاح باش هما يعيشوا حنا نتقاتلوا، ونهار نتقاتلوا هما يهربوا ويخلونا حنا يعطونا السلاح نتقاتلوا. هادشي ماشي معقول. المهم نتمنى ان شاء الله الركراكي المدرب المنتخب الوطني حمد الله يعطيه فرصه كامله ديالو ان شاء الله في كاس افريقيا هو جاي، ان شاء الله يعطيه الفرصه ديالو ان شاء الله باش نديو هذا الكاس هذا. ونتمنى اللاعبين الاخرين ان شاء الله اللي غيمشيو الفرق ديالهم حتى هما ان شاء الله يبينوا بانهم راه كانوا يستحقوا يلعبوا في كاس العالم، باش ما نقولوش لا راه غير المدرب هو اللي خلاو لعابه مزيانين ودخل لعابه اخرين اللي ما يستاهلوش المنتخب المغربي وما داروا والو، وبقى كيلعبهم حتى تصاطحوا مع كواري وصدقت لهم كما تنقولوا صافي. تنقول شو هذيك صدقت لي شو الزهر عنده كيدير صدقت لي، شو هذا واعر احسن منه قاري عليه وعنده الدكتوراه مسكين عارف شاد الحيوط، شو هذا كاع ما قاري وشو صدقت لي، هذا هو اللي كما تنقولوا.
فلهذا نتمنى من اللعابه الاخرين اللي لعبوا في المنتخب في كاس العالم حتى هما ان شاء الله نشوفهم مزيان في الفروق ديالهم. لحد الان ما سمعنا حتى شي حاجه على شي لاعب، ونتمنى لهم كل خير ان شاء الله، ونبقاو الفريق ديالنا ان شاء الله بالمدرب الركراكي وبالطاقم ديالو بكل شيء نبقاو يعني متشبتين وما نخلوش يعني يعني شي حاجه اللي تدخل المنتخب اللي تشوش عليه المنتخب ديالنا، باش ان شاء الله نفوزوا بهذا كاس افريقيا ان شاء الله اللي جاي، ونتمنوا الخير للمنتخب ديالنا والدوله المغربيه ديالنا من طنجه الى نهر السنغال، لان كوميرس غادي جاي. عندي واحد النقطه المهم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. سجل في كل مرة، كيف لا يظهر وهو الكبير، كيف لا يظهر وهو الهداف، إنه عبد الرزاق. حمد الله يا ناس، حمد الله يا إنتي. عدت وثاني أهدافه في مباراة اليوم عبد الرزاق. الهداف الكبير